التجارة نقل بضائع تجارية. موافقة السياحة هي اللي زين، مو إلنا. لا سمح الله من يصير شيء إذا العامل ما لقينا، احنا راح محافظة كركوك إن شاء الله مقبلة على تطور، مقبلة على سياحة، إن شاء الله المطار ينفتح وإن شاء الله أكو مرافق سياحية راح تنفتح. احنا بالنسبة لنا من أهم واجباتنا متابعة العاملين في المرافق الصحية، تشمل كل المرافق الصحية من الفنادق كلها. جهات رئيس الهيئة أنه هناك بعض القوانين التي سوف تصدر إن شاء الله قريبا، وأيضا توجيهات المدير العام الأستاذ مؤيد أنه منح بعض الإجازات لمخازن المشروبات، وأيضا منح الإجازات لشركات السياحة، عقد مؤتمرات تختص بالنهوض بالقطاع السياحي، وخاصة كركوك. كركوك كانت مهمشة بهذا الجانب، جانب القطاع السياحي. نحن طموحين بأن نكون عنصر جذب للسياح من المحافظات الجنوبية والوسط. نتمنى أن تكون هناك استثمارات للقطاع السياحي، تسهيل عملية الاستثمارات، ونحن ننبذ أي أمور بالضغط على المستثمر من حيث استثمار هذه القطاعات السياحية، وإن شاء الله القادم أفضل. هل لديكم إحصائيات الأماكن السياحية؟ نعم طبعا لدينا إحصائيات من الشركات السياحية والمطاعم والفنادق وقاعات الأعراس وصالات الألعاب، وأيضا الحدائق والباركات والكافتريات. لكن للأسف البعض هم ليس لديهم هذه الثقافة، ثقافة هيئة السياحة أو الاطلاع بعمل هيئة السياحة. هيئة السياحة جهة حكومية تمارس العمل من أجل النهوض بالقطاع السياحي، هي سند لكل القطاعات السياحية وهذه المرافق السياحية. لكن البعض يتخذ هذه الإجراءات من أجل التهرب من الضرائب أو الأشياء. نحن بقانون هيئة السياحة ولدينا أيضا تعاون مع قسم الأمن السياحي وقاضي من أجل أنه نردع أي مخالفين. هذه مخالفات يحاسب عليها القانون. الكل يعلم أنه في البلدان القريبة من العراق أو في إقليم كردستان هيئة السياحة لديها دور حازم من أجل أن تكون هي الوجه الحقيقي لكل مدينة. احنا نطمح أنه تكون كركوك أيضا سباقة، وإن شاء الله كركوك تكون الأول على محافظات العراق بالجانب الثقافي والجانب السياحي.